ممكن تقفلي الفيسبوك أو تقللي وجودك عليه؟ أنهي الأسهل بالنسبة لك؟ وتعالى أقولك على السبب اللي أنا بقولك اقفلي فيسبوك عشانه. انت تعرفي إن فيسبوك كله طاقة سلبية. ممكن مودك يبقى حلو قوي، وبمجرد ما تفتحي الفيسبوك وتشوفي خبر وحش أو حادثة لا قدر الله، أو تعرفي إن سعر الذهب عالي ومعاه أسعار كل حاجة هتعلى، إيه اللي بيحصل؟ مودك بيقفل. طاقة سلبية غير عادية. ممكن تحاولي تخلي يومك خفيف خفيف، بعيد عن الطاقة السلبية والأفكار المنيلة اللي احنا بنسمعها على الفيسبوك. ولو قلتي لي طب يا سومة أنا ما بتفرجش يا حبيبتي على أخبار منيلة، أنا الفيسبوك بتاعي كله هلس في هلس، هقولك المصيبة أكبر يا حبيبتي. راقبي انتي بتدخلي دماغك ايه؟ بتدخلي دماغك هلس في هلس؟ بتدخلي دماغك زبالة؟ اسمحيلي، ما الكلام الفارغ اللي احنا بنتفرج عليه سواء على الفيسبوك سواء على التيك توك سواء على يوتيوب، لو هو محتوى هلس، محتوى اي كلام، انا بعتبر المحتوى ده انه محتوى زبالة، وانا بوافق ادخل عقلي زبالة. ومع الاسف على المدى الطويل الزبالة اللي احنا بنختار ندخلها دماغنا بتأثر على قراراتنا، بتأثر على طريقة تفكيرنا، بتأثر على مفرداتنا، على طريقة كلامنا، بتأثر على وعيك، على نظرتك للحياة، على تصرفاتك. والأخبار دي سواء أخبار سلبية أو هلس ممكن تحطك تحت ضغط معين، إنك تقارني حالك بحال الناس اللي بتتفرجي عليهم، أو ابنك يلقط باللي انت بتتفرجي عليه، أو الأخبار السلبية والحوادث والترندات الصعبة تخليكي دايما عايشة في خوف، في قلق، في توتر، مش حاسة بالأمان، خايفة من كل الناس وخايفة من كل حاجة. فأنا هنا مش بقولك امنعي فيسبوك ولا هقولك اقفلي فيسبوك، بس ممكن تركزي انتي بتتابعي مين وبتسمعي لمين وبتتفرجي على مين. نقي المحتوى النظيف اللي يضيفلك، وبعدي عن السلبية والهلس. ودي كانت أول نصيحة حبيت أبدأ بيها فيديو النهاردة. ويلا ندخل على النصيحة التانية اللي لو سمعتيها كويس هتغير حياتك للأفضل. أوعدك، لو حضرتك من الناس اللي ظروفها على قدها زي حالتنا كلنا، وعايشة اليوم بيومه، ولا ليكي في التوفير ولا ليكي في التحويش، ولا الظروف اللي انت عايشة فيها تسمح بإنك توفري، ممكن أطلب منك طلب صغير؟ ممكن ما تسأليش النهاردة الذهب بكام؟ ممكن ما تدوريش النهاردة الدولار وصل كام؟ مش عشان حاجة صدقيني، لكن أنا عايزاكي ما تخافيش من بكرة، ما تخافيش على رزقك، ما تشيليش الهم، ما تفكريش طالما الذهب عالي يبقى البلد رايحة في داهية، يبقى احنا مش هنلاقي ناكل. بلاش تتابعي أي حاجة ممكن تأثر على مودك. خلي دايما عندك حسن ظن بالله، وتأكدي إن الرزق ده بتاع ربنا، وإحنا عايشين على أرضه، وربنا عمره ما هينسانا. مهما الذهب وصل ومهما الدولار وصل، رزقك بإيد ربنا سبحانه وتعالى. ده بيرزق الدودة في بطن الحجر. النصيحة الثالثة دي أنا بدأت أعملها هقولك من 4-5 سنين. ما تفتحيش التلفزيون على برنامج كله ندب، على مذيع قاعد يشخط وينطر فينا. ما تفتحيش التلفزيون على برنامج المذيع بتاعه هدفه بس إنه يخوفك ويقلقك ويشيلك الهم. إيه اللي يجبرك تتفرجي على حاجة زي كده؟ افتحي التلفزيون، اتفرجي على مسرحية،
اتفرجي على فيلم قديم، ما تتفرجيش على أكشن عشان بيعصب جدا، خصوصا للستات اللي زي حالتنا اللي عدوا ال40. لا نتفرج على رعب ولا نتفرج على أكشن، أعصابنا ما بقتش تتحمل الكلام ده. اتفرجي على حاجات تظبط مودك، فيلم لإسماعيل ياسين، فيلم لأنور وجدي، فيلم لكمال الشناوي، فيلم لشادية، فيلم للناس الجميلة قوي قوي دي. راقبي نفسك كده وانتي بتتفرجي على فيلم أبيض واسود، هتحسي ان انتي هادية وبتبتسمي ابتسامة حلوة. افتحي الإذاعة، اسمعي مسلسل إذاعي، روقي بالك وافصلي معاه. النصيحة الرابعة دي الأقرب لقلبي، خلي الصدقة في دماغك طول الوقت، وانتي رايحة السوق، وانتي راكبة مواصلة، وانتي ماشية في الشارع بالصدفة. انتهزي أي فرصة تقدري تعملي فيها صدقة. عارفة لما تبقي راكبة أتوبيس ويطلعوا الناس الغلابة اللي بيبيعوا أقلام، اللي بيبيعوا مشاط، اللي بيبيعوا أي حاجة، طلعي صدقة واديله. اشتري منه حاجة ب10 جنيه واديله 20 جنيه. البياعة اللي في السوق، الفلاحة البسيطة اللي بتقعد في عز الصيف وعز الشتاء في الشارع، ما تفصليش معاها كتير، اديها فوق حقها 5 جنيه زيادة واعتبريها صدقة. ركبتي مواصلة وبالصدفة لقيتي واحد طالع معهوش فلوس يدفع، ادفعي له انت الأجرة. الصدقة اللي أنا بتكلم عليها دي ولو 5 جنيه، مش عايزة أقولك بركتها بتبقى قد إيه. ساعات بحس إن اللي ربنا بيحبه بيوقع في طريقه حد يحتاج له. انتهزي الفرصة ولبي دعوة ربنا. النصيحة الخامسة، ساعات الدنيا تقفل علينا، نفقد شغفنا وحماسنا لكل حاجة حوالينا. كلنا على فكرة بتمر علينا الأوقات دي، وأنا هقولك بعمل إيه لما الدنيا بتقفل عليا قوي كده. عارفة بعمل إيه؟ بتدفى جوه بيتي، بهرب لعيالي واتحمى فيهم. عارفة بعمل إيه كمان؟ بجري على ربنا وامسك المصحف. لو مش قادرة امسك المصحف بمسك السبحة واقعد استغفره كتير 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 كتير. ارجعي وقتها لقصص الصحابة، لأدعية الرسول صلى الله عليه وسلم لما نحس بكرب وضيقة. وعارفة كمان بعمل ايه؟ بلجأ للكلام مع ربنا، مش شرط بالصلاة والسجادة، لكن ساعات افتح البلكونة واقعد في الارض وارفع عيني للسماء، او اقعد زي ما انا قاعدة كده وافتح الشباك بتاعي وابص للسماء وافضل اكلم ربنا، اكلمه اكلمه بكل اللي في قلبي. بكلمه كأني قاعدة مع اقرب حد ليا في الحياة. ما بفكرش انا بقول ايه ولا بشتكي بايه. الكلام مع ربنا اللي هو تفتحي قلبك وتتكلمي وتعيطي وتغضبي وتدبدبي، بعده بيجي الفرج. ساعات امسك ورقة بيضة واكتب كل اللي مضايقني واشتكي لربنا على الورق، وابكي وعيط واغضب، كله على الورق. صدقيني بعدها كل حاجة جواكي بتفك وترجع طاقتك من تاني. الحاجات اللي أنا بقولك عليها دي مجربة وبتجيب نتيجة. ومش عايزاكي في الدقيقة دي تنسي دعاء سيدنا يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قد إيه دعاء مش عايزة أقولك له مفعول السحر في فك الضيقة. حابة أقولك إن أنا فتحت باب الاستشارات والدعم النفسي للسيدات. لو عايزة تعرفي أي تفاصيل عن الاستشارات والدعم النفسي هتلاقي فيه رقم دلوقتي ظهر على الشاشة، تقدري تتواصلي من خلاله والفريق بتاعي هيرد عليكي ويقولك كل التفاصيل. النصيحة رقم 6، العبي رياضة، اتحركي. الرياضة والله العظيم ما رفاهية،
الرياضة مهمة لكل الأعمار، بس السيدات اللي زي حالاتي اللي عدينا سن ال40 واللي عدينا سن ال45، الرياضة مهمة جدا جدا جدا، زي أكلك وزي شربك. بس مع الأسف احنا ما عندناش الثقافة دي. وأنا بشتغل معاكم في كل فيديوهاتي على الوعي بنفسنا وصحتنا وجسمنا وعقلنا وروحنا ونفسنا. جسدك له حق عليكي. العبي رياضة. هتقولي لي هو احنا لاقيين ناكل يا سومة عشان نلعب رياضة؟ هقولك اخص عليكي، لسه بقولك احسني الظن بالله. واحدة تانية هلاقيها بتقولي مش انتي بتقولي لنا حوشي ووفري؟ منين هحوش ومنين هنزل ألعب رياضة؟ هقولك انتي مش فاهماني ومش فاهمة الكلام اللي أنا بقوله كله. مش معنى ان انا بوفر واحوش ان اجي على نفسي وعلى صحتي. لو بوفر في الشهر 500 جنيه طلعي منهم 200 جنيه لصحتك، لفيتامينك، لأكلك الصحي البسيط، لمتابعتك مع دكتور التغذية. وهجيلك على حتة الجيم اللي انتي بتتلككيلي وبتقوليلي مفيش فلوس للجيم. تخيلي ان احنا ينفع نلعب رياضة من البيت؟ شفتي بقى؟ مالكيش حجة. ممكن تسيبي تليفونك والتيك توك والفيسبوك وتقومي تلعبي لك شوية رياضة. هتقولي لي انتي فايقة ورايقة يا سومة. هقولك دي صحتك وانتي حرة. لعب الرياضة ملوش اي علاقة بالفوقان والروقان. رجليك اللي شايلاكي انتي محتاجة تمرنيها، جسمك اللي شايلك انتي محتاجة تمرنيه. طاقتك السلبية وخنقتك ونفسيتك الوحشة هتتحسن لما تلعبي رياضة. هتطلعي الطاقة السلبية اللي جواكي. طب يا سومة، أنا لا معايا فلوس أنزل للجيم ولا بعرف أعمل الرياضة بتاعتكو دي. هقولك حاجة بسيطة جدا. تعرفي تخشي أوضتك كل يوم ساعة واحدة وتشغلي أي مزيكا بتحبيها وتقفي ترقصي؟ أهي لا محتاجة فلوس ولا محتاجة تمارين ولا محتاجة تشيلي حديد. أنا بقولك خشي ارقصي. الساعة اللي هتقفي ترقصي فيها دي كأنك نزلتي الجيم بالظبط. هتقولي لي أصل أنا مش ست فايقة ورايقة زيك هخش وارقص. هقولك انت واحدة مقفلة كل بيبان الحياة في وشك. أنا مش هقدر أساعدك. النصيحة السابعة: خلي عندك يقين شديد إن الرزق بإيد ربنا، وإن البشر ملهمش أي لازمة ولا دور في الموضوع ده. ربنا بيقول اسعى يا عبد ونسعى معاك. حسن الظن بالله تجربة شخصية أنا عشتها وتعلمتها. ما اتولدتش عندي حسن ظن بالله، بالعكس أنا كنت زي ناس كتير بتشائم وبخاف من بكرة وبحسبها وما عنديش ثقة كاملة في إن ربنا قادر يحلها. بس علمت نفسي لو حضرتك ما عندكيش حسن ظن بالله الموضوع محتاج تدريب مش أكتر. صدقي إن ربنا قادر يفرجها. صدقي إن ربنا قادر على كل شيء. صدقي إن ربنا قادر يحلها من عنده. صدقي إن ربنا قادر يصنع لك المعجزة. لو حضرتك في أول الطريق ما عندكيش حسن ظن بالله، بتخافي، مؤمنة طبعا بالله بس دايما متوقعة الوحش، عايزة اتغير يا سومة وعايزة يبقى عندي حسن ظن بالله، أعملها ازاي دي؟ ابتدي. الموضوع محتاج تمرين، محتاج استمرارية. واعرفي انك هتقعي في النص وهتغضبي وهتتضايقي وهتنكري وهتقولي لا ما ينفعش معايا الموضوع ده. هنا هقولك ارجعي اقفي تاني وارجعي احسني الظن تاني وصدقي تاني وركزي قوي مع احداثك وارفعي ايمانك ويقينك ان ليها رب وان ربنا بيحبني. ربنا بيحبني، انا عندي الثقة دي
ان ربنا بيحبني انا بشكل شخصي، انا العبدة الفقيرة لله سبحانه وتعالى. ربنا بيحبني بشكل شخصي، ربنا هيقف جنبي، ربنا هينجيني، ربنا هينصرني، ربنا هيقف جنبي وجنب عيالي، وإن كل اللي جاي جميل، كل اللي جاي يا رب من عندك جميل. الموضوع محتاج تدريب، محتاج طولة بال، محتاج تركيز في الرحلة مع الأحداث اللي بتحصل لك، وإنك تبقي في قلب الدوامة وقلب اختبارك، وعندي حسن ظن بالله إنه هينجيني وهعدي منها وهينصرني. شايفة اليقين اللي أنا بتكلم بيه ده ما جاش بين يوم وليلة، ده جيب تركيز واستمرارية وقرب وشكوى ومناجاة. فرزقت بحسن الظن ده، رزقت بالهدية دي، هدية من ربنا زرعها جوه قلبي عشان أنا كنت صادقة وأنا بكلمه، كنت قريبة منه حتى وإن كنت مقصرة، كلنا مقصرين، لكن في قلب تقصيري كنت بقول يا رب. في قلب تقصيري ومحنتي كنت بقول ربنا بيحبني وهيقف جنبي وهينجيني وهيطلعني منها وهيرزقني وهيعوضني. وقد كان. ليه؟ لأني كنت مؤمنة بكده، كنت شديدة الإيمان بكده. فلما تؤمني قوي وتصدقي قوي هيحصل إن يبقى جوه قلبك كده مستقر شعور إن أنا مرتاحة، مرتاحة لكل حاجة ربنا بيعملها، مستقبلة كل نعم، ممتنة لكل حاجة صغيرة. وكمان إيه؟ خدي الهدية الأكبر، إن اللي جاي كله خير. دايما كنت أقول لكم إيه؟ تفاءلوا بالخير تجدوه. تفاؤلنا بيشد ناحيتنا الخير، مش ده كلام رسول الله؟ تفاءلوا بالخير تجدوه، احلمي بالخير هتلاقيه، ده كلام سيدنا النبي. تفاءلوا بالخير تجدوه، يعني عودي احلمي بان اللي جاي كله خير، هيحصل الخير. دايما اقول لكم الجمله دي، كل متوقع آت. لو كل توقعاتك من الحياه ان اللي جاي كله وحش، هتقابلي ان اللي جاي كله وحش، وهتقابليه وهتشوفيه وهتعيشيه. فانا دايما ادرب نفسي ان كل متوقع آت ضفري معاها بقى حسن الظن بالله. يا نهار ابيض، حتى اللي جاي خير. وخير ايه ده؟ انا متاكده، مش اللي هو ملقلقه، لا ده انا متاكده. وايه اللي مأكد لك حسن ظني بالله؟ حتى لما تقعي في اختبار هتبصي له بنظره مختلفه، مش هتقولي له ليه يا رب عملت معايا كده، بالعكس، ده انت هتقعدي في رساله، في درس من اللي بيحصل. ربنا عايز يلفت انتباهي لحاجه، ربنا بيعدني الحاجه. هو ده اللي بيحصل لما بدخل من بوابة حسن الظن بالله. واعرفي وتأكدي ان مفيش حد هيموت إلا لما يستوفى كامل رزقه. فاوعي أيا ما كان حد يخوفك من بكرة، حد يخوفك على رزقك، حد يخوفك من بلدك، حد يخوفك من أرضك، حد يخوفك إن بكرة مش مضمون ورزق بكرة مش مضمون. مش عليك، ده عليه هو. وحسن ظني بالله، يا نهار أبيض، يا نهار أبيض لو عشتوا على الشعور ده، لو أمنتوا بكده، كل حاجة في حياتكم صدقوني هتتغير. النصيحة رقم 8، قربي من ولادك قوي،
قربي منهم من وهم صغيرين، تعاملي معاهم على إنهم أصحابك. شوفي لو عندك واحدة صاحبتك وجايالك بمشكلة كبيرة قوي بتجري عليكي، هتعملي إيه مع صاحبتك؟ هتطبطبي عليها وتدعميها وتاخديها في حضنك وتقولها ما تقلقيش، حتى لو هي واقعة في مشكلة كبيرة قوي كل حاجة ليها حل، اطمني. ما بالك لو صاحبتك دي هي بنتك أو هو ابنك؟ بلاش نتعامل مع أولادنا على إنهم خدامين تحت رجلينا، ولا على إنهم الكائن الأضعف في الحكاية. إن كان هما النهاردة الكائن الأضعف، فإحنا بكرة هنكون الأضعف. قربي من ولادك قوي، اسمعيهم، تعاملي معاهم على إنهم بني آدمين مش ولادك اللي انت حرة التصرف فيهم. تضربيهم، تعاقبيهم، تلسعيهم، تكويهم، محدش يقدر يحاسبك. لا، هتتحاسبي على الكلام ده كويس جدا. اوعي تفتكري ان اهانتك ليهم هتتنسي، مش هينسوها. اوعي تفتكري ضربك ليهم وانك تكسري عينهم وانفهم انهم هينسوها، مش هيقدروا ينسوها. اشتغلي على الذكرى. كلنا كآباء وأمهات المفروض نشتغل على الذكرى. النهاردة الذكرى اللي هنسيبها بكرة لولادنا، وولد صالح يدعو له. فتخيلي انت عايزة تسيبي ولد صالح حنين بيحبك، كان قريب منك، انت أقرب حد ليه عشان يدعيلك دعوة حلوة، مش يقول الله يسامحها على اللي هي عملته فينا، أو تقول مش مسامحاها دنيا ولا آخرة، وعند الله تجتمع الخصوم. مش عايزة بنتك تقول عليكي كده في يوم من الأيام. قربي ولادك منك، حببيهم في ربنا، ازرعي فيهم حسن الظن بالله، علميهم فضل الصدقة وشجعيهم عليها. الست اللي بتيجي تساعدك في البيت، قولي لابنك أو بنتك طلع من مصروفك 5 جنيه أحطها على فلوس الست دي كصدقة ليك. الست اللي بتيجي بتنظف البيت وتنظف سلالم البيت، خشي على بنتك طلعي أي حاجة من مصروفك نديها للست دي. جمعي ولادك في الأجازات واحكي لهم قصص الأنبياء، حفظيهم جزء عامة حتى من البيت، حببيهم في الصلاة وخديهم ليها تدريجي بالترغيب مش بالترهيب. عمر الترهيب ما جاب نتيجة، وخصوصا في الدين. كلميهم على الجنة مش على النار، كلميهم عن رحمة ربنا مش على غضبه وعذابه، كلميهم عن حسن الظن بالله، إنهم يحبوه مش يخافوا منه بس. كلميهم عن نعيم القبر مش عذاب القبر. فدايما حببي ولادنا في النبي وفي السيرة، حببيهم في الله، ما تخوفهمش من ربنا بس. وآخر حاجة أنا هختم بيها النهاردة حاجة حلوة قوي. تعالوا كلنا نصلي على النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا كلنا نقعد نستغفر ربنا 100 مرة دلوقتي. فضل الاستغفار عظيم عظيم عظيم. وبكده أكون خلصت الفيديو بتاعي النهاردة. أتمنى فعلا أكون وفقت في الفيديو ده، لأني عاملاه من قلبي وعاملاه بحب كبير قوي قوي ليكم. والحب من القلب أكيد ومتأكدة إنه وصل للقلب. لو وصلت لغاية دلوقتي معايا في الفيديو تنسيش اللايك والاشتراك في القناة، وتسيبولي دعوة حلوة ليا والبناتي إسراء ومي، إن ربنا يحفظهم وينجيهم ويسعدهم ويبارك لي فيهم
ويجعل فيهم يا رب العوض الكبير، ويجعلهم يا رب حنينين عليا ويعوضوني عن كل أسى أنا شفته في حياتي، هم وولادكم وكل من قال أمين يا رب العالمين. وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد على خير. مع السلامة.